بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. موسم البامية خلاص قرب يمشي، فبما ان بقى خلاص موسم البامية قرب يمشي وهي كده كده مش هترخص، تعالوا بقى النهارده نفرز البامية باسهل واحسن طريقة هتقعد معاكي والله بدل السنة 2. الطريقة دي حلوة جدا، ولا بتجلد ولا بصي ولا بيحصل لها اي حاجة، بتطلع بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله احسن من الجاهزة، من اللي هي الفريش حتى. بصوا حبايبي، انا بعملها من سنين السنين بنفس الطريقه. انا كل الخضار بتاعي انا لا يمكن اعرضه لاي ميه. بصي، مع احترامي لكل الناس اللي بتعملها بالطرق الاخرى، بس انا دي الطريقه دي اللي انا متعوده عليها بقالي سنين السنين، وامي الله يرحمها كانت بتعمل كده برضو، وطبعا كلنا في عيلتنا بنعملها بنفس الطريقه. تعالوا بقى صلوا على سيدنا النبي وحطوا لنا احلى لايك من ايديكم، تعالوا شوفوا الباميه القمر اللي انا كنت جايباها في مشتريات السوق مع حضراتكم. الباميه الكبيره دي زياده ميزان طبعا، هي عطتهاني من عندها عشان انا قلت لها هعمل بيها ويكه، فانا مش الويكه مش مستدعي ان انا اجيب كميه كبيره ولا حاجه، فهي كام واحده كده عطتهم لي ان انا هعمل بيهم الويكه. خلاص. جبت بكام يا ام يوسف الكيلو الباميه القمر بتاعتك دي؟ هي فيها احمر على اخضر، يعني بصوا فيها المحمره دي اهي، تعالي رايحه فين؟ الخضره دي اهي، الخضره اهي، وفيها الحمرا دي. انا عامه انا بحب الخضره لوحدها، بس بما اني بقى لقيت دي ودي والاقبال على في السوق على دي، فقلت اجيبها مش مشكله عادي جدا. دخلت السوق، اول ما دخلت لقيت الكيلو ب50 جنيه. سالت كذا حد كده من اول ما دخلت السوق، كله ب50 بعد ما دخلت شويه جوه في السوق شويه تاني، لقيت واحده ما شاء الله قاعده بكميه حلوه قوي اللهم بارك، كانت لسه جايباها من الغيط بتاعهم، قالت لي ب40 جنيه، فخدت على 40 جنيه، يعني دي خدت منها ب50 ودي خدت منها ب40، مفيش مشكله خالص. الارزاق دي تبع ربنا مش بتاعتنا ومش بايدينا. كل سنه حضراتكم طيبين، حطوا لايك حلو من ايديكم وصلوا على النبي كده، الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. وتعالوا بقى شوفوا انا هعملها ازاي. الباميه عشان تبقي واخده بالك، الباميه لو انت متخيله او جه في بالك كده ان هي هترخص، لا مش هترخص. الباميه خلاص بعد كام يوم هتلاقي الباميه يعني استغفر الله العظيم يا رب سوست ودودت. بصي بقت فيها دود من جوه، يعني تكسري الباميه كده هتلاقي جواها دود، لان هي خلاص عدى عليها الوقت اللي قعدت فيه في السوق خلاص وفي الارض والكلام ده. غير كده هي مش هترخص، انا بقول لحضراتكم هي مش هترخص. فلو انت قاعده مستنيه الحاجه ترخص والله ما هترخص. الباميه وهي مبشراتها من اول ما نزلت كانت ب120 جنيه، يعني هي الحمد لله ان هي وصلت للرقم الحلو ده، يعني مش وحش، حلو جدا. بدل ما تروحي تجيبي في رمضان كيس قد كده وقد العين كده ما يعملش طبخه وبرقم، لا انت هاتيلك يا ستي مش مشكله، انزلي هاتيلك 2 كيلو لو ب50 يبقى الاتنين ب100، هتعملي لك حفله باميه، هتعملي تفريزات طول السنه والرمضان. انا بعمل كل سنه وباجي على رمضان ببقى شايله رمضان كيسين 3 صراحه، لان انا بستخدمها طول السنه، بناكل منها طول السنه. لرمضان بشيل لها كيسين 3. خلاص. هاتيلك يا ست الكل كده 2 كيلو يا ستي، هاتي كيلو كفايه، لو ظروفك ما تسمحش ان انت تجيبي كتير هاتي كفايه كيلو، واغسليه وظبطيه واعمليه على كيسين، على طبختين. وبصي وبكده وربنا ييسر لك الامر والفريزر عندك هيبقى مليان. انا طول عمري كنت بعمل كده من قبل ما افتح القناه. كنت بجيب على قدي، يعني كنت كل كيلو خضار اجيب كيلو، او انا نازله اشتري خضار النهارده للبيت اجيب نص كيلو، اعمل اكل للبيت واعمل النص كيلو اشيله في الفريزر، وبكده هتلاقي عندك الفريزر مليان خيرات من الرحمن. تعالوا بقى نخش على الحوض واوريها لكم انا بغسلها ازاي، وتعالوا بقى نكمل باقي الفيديو مع بعض. تعالوا بقى بينا هنا على الحوض، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنجيب المصفى بتاعتنا القمر دي عشان هنغسل ونحط في المصفى على طول اهو. خلاص حبايبي، شايفين هي لازم كده الميه تبقى نازله عليها كده، ولازم تغسليها كويس اهي، تغسليها كويس كده اهي. انا بدعك كده في الباميه لازم تتغسل كده، المهم ان انت تنزلي منها كل الاتربه اللي فيها اهي. شايفين الميه بدات لونها يغير ازاي؟ شايفين الميه اهي. هعمل كده وهقفل ثواني اهي، ادعك فيها شويه وبعد كده انزل كل الباميه انزل كل الميه اهي.
ادعكي كده فيها علشان لو فيها اي تراب لازق عليها، لان هي اصلا جسمها عامل زي القطيفه كده برضو، زيها زي الخوخ، بتنضف برضو، بيبقى فيها اتربه وفيها رمله. خدوا بالك عشان الرمله دي، خدوا بالكم عشان الرمله اللي جوه اللي بتبقى هنا دي بتقرش لو انت ما غسلتيهاش حلو، هتلاقيها تقرش معاكي وانت بتطبخيها. فلا احنا مش عايزين كده. هنعمل ايه؟ هنمسك كده الميه، هننزل، شوفي الميه نازله عامله ازاي، شايفه العقاره؟ معقره خالص اهي. هنفضل نغسل كده مرتين 3 لحد ما تنضف معانا وتبقى زي الفل. الحوض بتاعي مغسول وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. حتى لو نزلت باميه عادي جدا في الحوض بلمها واشيلها احطها تاني واغسل من الاول وجديد اهو. شايفين اهو، شايفين؟ اللهم صل عليك يا رسول الله. شايفين دي معاقه، يا حول الله يا رب، انا هركنها للطيور. شايفين؟ اللهم بارك. كل ما تشطفي فيها كل ما اللون الاخضريكو بتاع الباميه يبان اكتر. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر اهي. شايفه؟ استنى اوريكي، اوطي بس الميه شويه اهي. شايفه؟ اللهم بارك. لون الباميه كل ما تغسليها كل ما لونها الخضار بتاعها هيزهزه ويبقى قمر كده. شايفين؟ انا هفضل اغسل فيها كده لحد ما تنضف خالص واحطها على حاجه تنشف. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. تعالي نلم بس اللي وقع هنا كله ده كده. تعالوا تعالوا تعالوا، ما تهربوش مننا اهو. نلم بقى كله ده كده، نشطف بقى بايدينا كده ونرمي في المصفى عشان نصفي الباميه القمر بتاعتنا. مش عاجبك انتي الحال ولا ايه؟ بس ربنا يهديه. قلنا الباميه الكبيره دي هنعملها ويكه، بنعملها بالعدس بتبقى تحفه يا جماعه. الويكه دي ويكه صعيدي. بصوا هنا مشهوره جدا عندنا في بني سويف اهي، الباميه الكبيره خالص دي اللي هي دي اهي. وفي ناس بتحشيها لحمه مفرومه وتحطها وتعمل بيها طاجن. كنت بفكر اعمل كده بس مش عارفه لسه، هشوف. خدي بالك عشان الباميه الايام الجايه مش هتبقى حلوه، الباميه الايام الجايه هتسوس، خدوا بالكم، وهتدوب كمان والله. فانت دلوقتي انزلي هاتيلك يا 6 كيلو وخلصي، شدي حيلك بقى، يعني ما تفضليش قاعده حاطه ايدك على خدك وتقولي لا ده انا مش هجيب دلوقتي، انا هصبر لما ترخص. مش هترخص، اسمعي كلام ام يوسف. انا بنزل السوق على طول وعارفه الاسعار عامله ازاي. لو كانت هترخص كانت رخصت حتى وصلت حتى لو 20 جنيه ولا 25 جنيه، بس مش هترخص. خلاص اهي. هغسل كده كله واحده واحده كده. هاخد كوم في ايديا كده، هي كده خلاص بسم الله ما شاء الله اتنقعت نقعه محترمه. انا كده بشطف بس اهو. ده الشطه بتاعتها دي اللي خلاص مش هشطف تاني بقى بعد كده. خلاص كده هطلعها، هحطها على قماشه حلوه كده بتاعت المطبخ. تنشف خالص خالص. اوعي تدبي فيها السكينه وهي لسه مبلوله كده. بصي هتمزلق وتبصي وهتضايقك جدا وتبقى مش احسن حاجه. حتى لما تيجي تطبخيها هتنزل المخاط بتاعها جوه الخضار جوه الطبخه بتاعتك، فما تبقاش حلوه. خلاص فانت اغسليها غسله حلوه كده، وبعد كده هتجيبي القماشه الحلوه. انا هوريكم كل حاجه دلوقتي، انا هكمل غسيل وهرجع لك. تعالوا بقى شوفوا هنا. هفرشها كده على المطبخ، على رخامه المطبخ. شايفين اهي؟ دي بقى كنت بعمل عليها طبعا الملوخيه بغطي بيها العجين. بصي بعمل بيها كل حاجه، دي معايا في كل حاجه هي، وكام قماشه كده انا عاملاهم للحاجات اللي زي دي. خلاص. وبعمل العيش برضو بغطي بيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هنيجي عاملين كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لايك حلو من ايديكم ودعوه حلوه من قلبك، ولكي بالمثل يا اختي الغاليه. خلاص. بصي بقى اهو، انا هنزل كل الكميه كده، وافرجي بقى بالراحه بس خلي بالك عشان تقعش بقى منك ولا تروح واحده كده ولا واحده كده اهو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. استنى كده، في حته قشره ملوخيه كانت مستخبيه على واحده رغم ان هي مغسوله كويس ومنقوع، بس عادي جدا جل من لا يسوى يعني. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص انا هسيبها هنا تنشف. بصي ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه ولا نقطه ميه خالص خالص. اوعي تعمليها وهي لسه فيها ميه كده. خلاص بعد ما تنشف نهائي خالص همسكها بقى امعها كده واظبطها. وبصي هنقمعها ازاي، هندور دي نعملها زي الطربوش كده. هوريكي كل حاجه بس لما تنشف، عشان انا طبعا مش هينفع ادب فيها اي سكينه دلوقتي. خلاص. اعملي بقى شويه باميه شويه ملوخيه. انا نشفت الملوخيه بس لسه ما نزلتش فيديو لحضراتكم، ان شاء الله ننزله مع بعض الايام اللي جايه ونعمل تفريز الملوخيه اللي في الفريزر. خلاص
ان شاء الله مكلينا عمر يا رب، كل حاجه بامرك يا رب هنعملها. قناتنا قناه رمضانيه يا حبايبي، بنعمل كل الحاجات للمواسم. انا بعمل التفريزات دي موسميه، انا بعملها ليه؟ عشان رمضان وطول السنه والشتاء كمان، يعني مش لرمضان بس، لرمضان والشتاء وطول الوقت، يبقى بيتي كده عمران والفريزر عندي بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر كده كل حاجه فيه، محتاجش اشتري حاجه. وقت ما اكون محتاجه يا رب ما يحوجني ولا يحوجكم ابدا يا رب، اطلع على الفريزر على طول، اجيب كيس الباميه، كيس الشوربه، كيس الطماطم، وكده خلصت طبختي العسل. خلاص اهو، خلاص كده حبايبي. هسيبها تنشف. القماشه دي بتحطيها ليه؟ القماشه بتشرب الميه اللي بتنزل منها، ما تحطيهاش على صينيه هتفضل زي ما هي مبلوله، حطيها على قماشه زي كده او فوطه مطبخ، لو عندك فوطه كبيره ولا حاجه خلاص اعملي كده. فبصوا بقى هسيبها تنشف وارجع لكم تاني بعد ما تنشف نقمعها مع بعض ونفرزها بقى ان شاء الله. بصوا بقى حبايبي بعد ما نشفت تماما وقمعتها بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي، شايفين اهي، قمعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. لازم تعملي لها البوزه القمع الامور ده كده، بيبقى شكله كده عسل. خلاص، وطلعت الحبه اللي هم هعمل بيهم ايه، اللي هم اللي هعمل بيهم الويكه. شويه الكبار دومت اللي هم الطوال خالص دول، كنت قايله لكم طبعا في بدايه الفيديو، انا كنت اشتريت الباميه وبعد كده قلت لها اديني واحدتين 3 كده فوق طبعا الميزان هعمل منهم الويكه. وكام قرن شطه طبعا من اللي جايباهم غسلتهم غسله حلوه وهحطوها معاه، هحط دي مع دي وهتبقى ايه ان شاء الله، هحفظها بالشطه بتاعتها. وقت ما اطلع الكيس ان شاء الله هبقى خلاص، يعني الشطه بتبقى اساسي قولوا معايا في الباميه. بعمل اطبخ طبق الباميه، طاجن الباميه من هنا، واجي حاطه معاه القرن الشطه. خلاص، عايزه تقطعيه قطعيه، عايزه تحطيه سليم حطيه، انا بحطه سليم كده زي ما هو، بس مع الويكه انا هقطع الويكه واقطع الشطه معاها. تعالوا اوريكم انا بقمعها ازاي. انا سايبه كام واحده كده عشان اوريها لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قمعتها كلها طبعا عشان ما اخدش وقت قدامكم في الكاميرا وفي يعني الفيديو يطول. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى حبايبي اهو، انا بمسكها كده واجي مدوراها بقى كده، امسك كده وادور كده اهو، شايفين؟ دوري كده اهي. الباميه اليومين دول حلوه، بعد كده هتدود وتسوس. خلاص، شايفين اهي، لازم تتدور كده وتبقى قمر كده اهي. لو كبيره شويه هتعملي ايه اهي، استنى اوريكي، بتتقطع من النص، تشقيها كده من النص اهي، انا شقاها اهي، شايفين اهي. لو كبيره شويه زي كده. ليه بقى بتشقيها يا ام يوسف؟ عشان التخديعه والصلصه اللي انت عاملاها تخش في القلب من جوه، فالطعم الباميه من جوه وتخلي طعمها حلو وتستوي وتبقى زي العسل. خلاص حبايبي، هقمع كده الباميه زي ما قلت لحضراتكم، بعد كده هتسوس وتدود ومش هتبقى احسن حاجه. لو انت لسه فاكره ان هي هترخص، هي مش هترخص، هي كتيره جدا في السوق بس مش هترخص، عشان تبقوا عارفين. معظم الناس ماشيه ورا كلام اللي هو طالع لنا في المقدر جديد، وفي ناس كتير قوي بطلت تجيب كل الخضار، يعني معظم الخضار الناس بطلت تجيبه. فيعني خدوا بالكم. مع ان الحاجات الناس بتتكلم عليها ومقاطعينها، بس الحاجه غاليه، الحاجه غاليه. الخضار لما نزلت اشتري الخضار الايام اللي فاتت والله بجد انا كنت مصدومه، سعر الخضار كان عالي جدا. خلاص، كل الخضار كان غالي، حتى الطماطم. الراجل قال لي انت زعلانه ان انت تاخديها النهارده ب 15 جنيه، طب اصبري الاسبوع الجاي هتشوفيها هتبقى بكام. فيعني ربنا يسترها ويرحمنا. تعالوا اوريكم الاول هقطع دي ازاي. لا نعبي دي الاول عشان التقطيع ما يلزقش في ايدينا واحنا بنعبي الباميه القمر دي. خلاص، هعبيها بقى. انا ما بحطهاش في ميه بليمون ولا بميه مغليه ولا في اي حاجه تكون، انا بقمعها وبحطها في كيسها زي ما هي كده على جوه، ولا بديها غلوه ولا اديها اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتمسكي كده هتحطي على عدد اسرتك. شوفي انت بتطبخي الطبخه بتاعتك بتحتاجي لها مثلا نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، بصي على حسب ما انت عايزه. ممكن تكيسيه كله اكياس ربع كيلو. وممكن لما تيجي تطبخي وتكوني عندك مثلا ضيوف او انت عايزه تكتري الكميه، تطلعي لك كيسين 3 ما فيهاش اي مشكله. انا بالنسبه لي انا الباميه بعملها تكفي معايا يومين بالظبط، يومين مش اكتر من يومين. وجنب الباميه بيبقى طبعا في طبق خضار تاني، ملوخيه، قلقاس، شويه سلطه، فالدنيا بتمشي اهو. خلاص، الله اعظم عزته لله. هرجع لكم بعد الاذان. رجعنا تاني حبايبي بعد الاذان. بصوا بقى هنكمل بقى تكييس الباميه القمر بتاعتي دي. هي كانت قد ايه يا ام يوسف؟ دي كانت 2 كيلو باميه. بصوا انا كان عندي في الفريزر قلت لحضراتكم
انا ونصيبي. كنت وريتها لحضراتكم وانا بنضف الفريزر الايام اللي فاتت، قلت لكم انا ونصيبي لو ربنا اذن ويسر الامر وعرفت اجيب تاني باميه هعمل كده، هشتري باميه تاني عشان تقعد معايا لرمضان الجاي ان شاء الله، وتقعد معايا طول السنه، يعني مش لرمضان بس، طول السنه، طول السنه مش السنه. مش عارفه انا بغلط ليه، الحمد لله. اخواتي بقى وحبايبي اتعودتوا على ام يوسف بقى بتغلط كل شويه في الكلام، يلا الحمد لله. الحمد لله. بصوا بقى اهو. كيسي بقى براحتك كده على عدد الاسره، مش هنعيد الكلام تاني، بس ايه، لو انت عايزه تنزلي تشتري اليومين دول باميه، هي الباميه بكام؟ كيلو الباميه في ب40 وفي ب50. لو نزلتي اخر النهار ممكن تجيبيها ب30 35، بس بتاع اخر النهار دي انا شفتها اخر النهار ب35، وواحده كمان قالت لي تعالي والله هديكي ب30 كمان، فما عجبتنيش. قاعده طول النهار في السوق محدش بيقرب منها طبعا، مش عارفه ليه يعني. فصراحه ربنا الباميايه مش صاحيه كده ومنعنشه زي الباميايه القمر دي، تحسيها كده الباميايه ميته، عدمانه العافيه كده يا حرام. فانا طبعا لا، انا ما اخدش يعني، انا ازود 5 أو 10 جنيه على الحاجه واخدها نظيفه مضمونه تقعد معايا السنه كامله. انا ما افرحش ناقصه 5 ولا 10 جنيه ولا حتى 15 جنيه واجيب الحاجه والاقيها مرضانه وهلكانه ما تقعدش معايا طبعا. ما هي مش هينوبني غير ان هي هتبوظ وبس، هتعب في تنظيفها وتوضيبها، وفي الاخر هاجي اطلعها من الفريزر الاقيها ايه، مش احسن حاجه. مش زي الطماطم بقى المستويه، عادي ممكن تجيبي طماطم طريه وحلوه وتشتغل معاكي عادي جدا وتفرزيها عادي. غير كده اي خضار تاني ما انصحكيش تجيبيه دبلان. اي خضار عايزه تجيبيه هاتي الخضار الصابح. انا ساعه ما جبت الخضار ده كان يا دوب كان ساعه الماتش خلص من هنا، وشديته ومديت على السوق على طول. قلت لا انا ايه، انزل بقى السوق بدري كده. انا عاده بنزل السوق بدري بس مش بدري قوي كده خالص، يعني ما بنزلش على الساعه 7 8 كده، لا ممكن انزل مثلا اطلع من البيت مثلا 8 قبل ما اروح هناك السوق، مثلا يكون الساعه وصلت 9 8 ونص كده. انا قياستي ده كبير شويه عشان ايه، نخلي ده لرمضان. خلاص حبايبي، خلاص كده خلصنا، هنربطهم دلوقتي. بس تعالوا نعمل بقى ايه الباميه دي هعملها ازاي. مستنيين الشنبايه اللي طالعه دي، بس دي ريشه من اللي هي بتبقى فيها دي، انا بعملها كده دواير. دي بتاع الويكه. مش عارفه انا مالي، الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لايك حلو من ايديكم الجميله ودعوه حلوه من قلبك، ولك بالمثل يا رب ان شاء الله. ويا رب يديني على قد نيتي ليكم ويديكم على قد نيتكم في كل حاجه يا رب. ودايما قولي الكلمه دي، كلمه يا رب يديني على قد نيتي، دي حاجه حلوه جميله. ولو انت في حد قدامك برضو مش عارفاه قوي ومش عارفه ان هو يعني بيكنلك ايه، قولي له يا رب في سرك، يعني ربنا يديك على قد نيتك. بس انا ما بقولش في سر على فكره، انا ام يوسف كم يوسف، يعني انا ما بقولش في سر. دايما اقول كده في اي حد، ربنا يديني على قد نيتي ليك وربنا يديكم على قد نيتكم ليا، للناس يعني اللي بتعامل معاهم. لو بتكلم قدام حد بقول كده. انا من النوع اللي لو انا بكبر الخاطر وكل حاجه، بس ما بعرفش اخبي الحاجات اللي مش حلوه. يعني انا كم يوسف يعني بحب اقول الصراحه، يعني انا ما بحبش اكذب صراحه الحمد لله. وحضراتكم ممكن تكونوا لمستوا حاجه زي كده معايا. لما عملت فيديو الطاسات قلت لحضراتكم انا غبت في الطاسات دي اكتر من 5 ساعات عشان اطلع الطاسه قدام حضراتكم بالشكل ده. فيديو الطاسه ده كان في القناه اللي هي راحت مني دي، خلاص الحمد لله. وما قلت مش هكرر التجربه دي تاني. الطاسه خلاص اتحرقت اسودت، حصل لها اللي حصل لها. مش هكرر تجربه الطاسه دي تاني خالص، لان هي بجد فعلا ارهقتني وقعدت اكتر من 5 ساعات وانا بصوا ادعك فيها واحك فيها، وحطيتها في مواد قد كده. بصوا ما نضفتش غير بحاجه كده اختراع، اللي هي الصنفره اللي بيعملوا بيها الحيطان ولا مش عارفه الخشب، مش عارفه حاجه كده. هي نضفت بدي بس، وطلعت قلت لحضراتكم حاجه زي كده. الصراحه يا جماعه مفيش احسن منها واحسن منها. الصدق دايما بينجي، انا بالنسبه لي الصدق بينجي. خلاص حبايبي، غير كده ما يعني مش عارفه اقول لكم ايه. الصدق مفيش احسن منه. قطعي كده قرن حلو كده ونقلبه في بعضه كده، بس خلي بالك لان هي ايه، الشطه بتاعتنا حاميه. لو انت عايزه تحطيها فلفل عادي حطي،
اهو. انا هحط كفايه قرنين كده بس كده اهي خلاص اهو. امسح بس ايديا عشان الباميه لما بتقطعيها بتحس ان هي زيبطت كده، بتفهم في قلب بعض كده اهو. ارجع بقى انت هنا ونكيفهم بقى ايه. انا هعملهم على كيسين لان مفيش حد في البيت كله بيحب الباميه الويكه غيري خالص. العيال بيقولوا ايه الاختراعات دي؟ لا مش اختراعات، دي اكله امهاتنا كانوا دايما يعملوها لنا على طول. وبالمناسبه الويكه دي صعيديه عفوا. وبيقولوا دايما بني سويف، يعني انا اسمع كده ان بني سويف اول الصعيد، وفي ناس تانية تقول لا العياط اول الصعيد. فصراحه انا مش عارفه. هما هنا في بني سويف صراحه بيعملوها دايما على طول. اول ما الباميه تطلع يروحوا السوق، بشوف ناس كتير تعمل كده، اروح الاقيهم في السوق واقفين بيجيبوا الباميه الكبيره دي عشان يعملوها طبعا الويكه. خلاص هناخد بس حتتين هنا كفايه ونكمل هنا تاني. انا الشويه اللي انا عاملاهم دول يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا طبقين صغنطاطين كده على قد كده كلهم، مثلا يومين ورا بعض ولا حاجه. مع العدس بتبقى مع العدس يا جماعه، هي بتتعمل بالعدس الويكه، يعني بتتعمل بالعدس. خلاص هنيجي بقى ايه نلم كل الحاجات دي كده عشان نظبط حاجتنا. خلي القرن بتاعك كده بحاله زي ما هو. شوف السجاد اتخلع، اتخلعت اهي الحمد لله. مش عارفه عماله تشيل الطبق وتحطي الطبق، ما تسيبي الطبق بقى روشتيه لا ما روشتكمش ولا حاجه، انتوا حبايبي وخلاص خدتوا عليا وعرفتوا ام يوسف بتعمل ايه. بصوا اهو هتطلعي الهواء من الكيس وهتربطي وتشدي لقدام عشان تفرفطيها اكتر. انا عايزاها مفرفطه كده زي ما حضراتكم شايفين. هربطها كلها علشان انا طولت الفيديو قوي، والفيديو اصلا طويل عشان محدش يزهق ويقولوا ام يوسف بتطول علينا الفيديوهات ويرجعوا يقولوا لي انت رغايه. خلصت كل الكميه حبايبي اهي. وامسك بقى الشنب اللي فوق ده كده بتاع الاكياس اللي طبعا انا مش برميه خالص زي ما قلت لحضراتكم. كل فيديو هقول لكم كده، انا كل فيديو لازم اقول لكم الحته اللي فوق دي مش برميها، باخدها استخدمها مره تانية في حاجه تانية. الكيس نظيف وزي الفل، خساره ما ترموهوش. هتاخديه تستخدميه بين البانيه والكفت والحاجات دي، الكفته والحاجات القمر دي. خلاص ما ترميش حاجه خالص ووفري في بيتك اهو. الحاجات دي ما برميهاش، كل فيديو هقول لك نفس الكلام. خلاص عشان تتعلمي التوفير. لو بترميها خساره ما ترميهاش. حتى لو عندي كيس جايبه فيه رز انا ما برميهوش، بغسله واسيبه ينشف وارجع اعمله تاني. بستخدمه تاني في حاجه تانية خالص، يعني ما فيش اي مشاكل. طول عمرنا احنا طالعين زي امهاتنا كانوا بيعملوا كده زمان. كانوا يجيبوا الكيس اللي فيه الرز والمكرونه والحاجات دي، بعد ما يفضوه يشطفوه ويجوا معلقينه كده على الحنفيه يتصفى وينشف. خلاص خليكي كده ارجعي زي امي وامك كده علشان الدنيا تبقى احلى واحلى والخير يعم تاني على الدنيا كده. خلاص انا حاسه ان الدنيا اصلا اتقلت بركتها وخيرها من ساعه ما كل حاجه دلوقتي بقت كل حاجه غريبه الحمد لله. خلاص كده حبايبي انا كده 2 كيلو اللهم بارك عملوا لي. شوفوا كام كيس اهو، عملوا لي 2 ويكه ودي وجبه 2 3 4 5 طبخات. بصي اعملي بقى زي ما انت عايزه، اعملي في رمضان ماشي، اعملي في الايام العاديه ماشي، بصي براحتك. احنا ما بنفرصش بس باميه، لا ده في سبانخ وفي خبيزه وفي فاصوليا خضراء. بصوا تفريزات لسه كتير والايام جايه كتير. وكل موسم ان شاء الله من الخضار احنا بنعمل حاجات موسميه. كل موسم ان شاء الله نكلنا عمر هنفرز مع حضراتكم نوع الموسم الموجود ايه، نوع الخضار ايه يعني. خلاص يا رب الفيديو يعجبكم بقى. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك ودعوه حلوه من قلبك ولكم بالمثل. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.